يلا كده نحل الباسج دي. القطعه دي جت في امتحان النموذج الاسترشادي 2024 2024. بيقول لك هنا بقى حوالي 309 مليون people 349 مليون شخص across 79 countries في 79 دوله are facing acute food بيواجهوا. طبعا كلمه acute يعني شديد او قاسي. هنا insecurity يعني عدم امان للاكل، يعني مش لاقيين اكل بالبلدي كده، يعني في يحصل لهم مجاعه مثلا ومش لاقيين اكل ياكلوه. from حوالي طبعا 287 مليون in 2021 في 2021. قال لك طبعا the global community must المجتمع العالمي لازم ما يفشلش mustn't fail on its promise في وعده to end ان هو يخلص الهنجر الجوع ده and malnutrition. يعني ايه يا مستر؟ يعني سوء تغذيه. كلمه nutrition يعني تغذيه، malnutrition اكتبها عندك بقى اهو، سوء تغذيه. طبعا انت معاك ورقتك وقلمك، خربوش الشاي الجميل مركز معايا بقى في الفوكابس الجديده بالنسبه لي. by 2030 بيقول لك many innovations الكثير من الابتكارات that were once heavily supported اللي طبعا كانت كثير من الابتكارات اللي ذات مره هنا بشكل كبير. heavily هنا معناها بشكل غزير مش بشكل تقيل بقى. تم دعمها and publicized واتنشرت او اتشهرت، زي مثلا الفيش بروتين كونسنتريت اللي هو التركيز او مركز البروتين بتاع السمك. and هنا طبعا and بروتين، والبروتين من الالجي. كلمه الجي يعني اللي هي الطحالب، عارف الطحالب؟ جرون الناميه على البتروليوم هنا سبستريتس اللي هي المواد الابه اللي هي بتاعه البترول يعني. طيب have fallen by the wayside يعني ايه؟ اتركنت على الجنب كده خلاص، ما بقاش اي لها لازمه ولا شهره. the proposals themselves هنا العروض نفسها او الطلبات دي نفسها were technically feasible كانت قابله للتطبيق بشكل بقى تقني، كانت قابله للتطبيق، ولكن they proved اثبتوا to be economically unviable. يعني ايه بقى كلمة economically؟ يعني ايه؟ يعني بشكل اقتصادي مش قابلة للتطبيق. يعني كلمة feasible يعني قابل للتطبيق. طب unviable غير قابل، دي عكسها الانتونيم بتاعها، غير قابل للتطبيق. and to yield وعشان نزرع، هنا yield معناها نزرع او ننتج الفود برودكتس منتجات الطعام culturally هنا بشكل ثقافي لازم طبعا، او كانت الحاجات دي unacceptable غير مقبولة. فاهم يعني ايه؟ يعني مثلا احنا بننتج محصول جديد او حاجة جديدة، بيعملوا مثلا ايه تعديلات وراثيه او جينيه فبيطلع لك محصول جديد. فنيجي يجي يقول لك ايه؟ المفروض المحصول الجديد ده عشان ان انا انتجه بشكل واسع بقى لازم ننزله مع الناس، نشوف الناس هتقبله ولا لا. طب لو اتشهر والناس حبته هنبتدي نعمل ايه؟ ننزل المحصول بشكل واسع اهو. فقال لك هنا يبقى الفود برودكتس culturally unacceptable يبقى غير مقبوله ثقافيا to their consumers للمستهلكين بتوعهم. recent innovation او recent innovation such as opaque to maize اللي هو يعني اصلا ميز يعني الذره. فهنا زي مثلا مثل اوبيك معناها معتمه او مغموره، زي مثلا اهو بص اهو ده كده السيرش بتاعها، ده الاوبيك. شوف انا عامل سيرش اهو اوبيك تو ميز، ده بيبقى ايه؟ هنا ذره معدل جينيا. طيب هنا بيقول لك اهو زي مثلا اشكال زي ما انت شايف كده مثلا، او مش شايف بقى براحتك اهو، اعمل انت سيرش عنها عندك. فقال لك هنا سيمز يبدو بروميسنج كان شكله في الاول واعد، ولكن اتس تو ايرلي تو بريدكت. هنا شكله واعد ولكن بدري جدا ان احنا نتنبأ. الالتيميت فيت، كلمه التيميت يعني نهائي، كلمه فيت يعني مصير، يبقى المصير او القدر، يبقى هنا قدره النهائي مش عارفين ايه مصيره او قدره بعد كده هيحصل له، يعني هل فعلا هيختفي ولا يفضل موجود معانا. بيقول لك despite رغم having extensive governmental support رغم ان بيبقى فيه دعم حكومي شديد او غزير او وفير مفرط، يعني هنا معناه كتير قوي يعني. these unsuccessful innovations الابتكارات اللي هي الغير ناجحه دي often have not been technologically adapted. يبقى هنا غالبا مش بتبقى متكيفه او متاقلمه بشكل تكنولوجي or culturally acceptable يعني بشكل ثقافي مش مقبوله to the people للناس for whom للناس اللي هم بقى they had been developed. يعني ايه؟ ان احنا بنعمل الكلام ده للناس صح؟ فالناس اللي انا مثلا يعني جينا هنا في مصر فمثلا عملنا اللي هو الذره اللي هو الايه اللي هو معدل جيني، فجينا طلعنا الذره ده نزلنا للناس. اللي حصل؟ الناس مثلا هتاكل تبتدي تاكله فمش هيعجبهم الذره ده، فايه اللي هيحصل؟ يبقى خلاص غير مقبول اجتماعيا. فهمت الفكره؟ يبقى هنا بيقول لك ايه؟ ممكن ما يبقاش ناجح عشان هو بشكل تكنولوجي مش مقبول او مش متكيف، مش عارفين نظبطه يعني، وممكن يبقى بالنسبه للناس مش قابلينه او مش حابين. السكسسفول نو او نيو تكنولوجي اللي هنطقين احنا قلنا امريكان اور بريتش، قال لك نيو تكنولوجي therefore لذلك must fit لازم يناسب الانتاير هنا social cultural يعني ايه؟ لازم يناسب النظام الثقافي والاجتماعي in which اللي فيه it's طبعا to find a place اللي بتلاقي فيه المكان بتاعها ان احنا بقى نبتدي نزرع اكتر. فهمت الفكره؟ جميل. السكيورتي الامن او الامان بتاع المحصول، انتاج طبعا المحصول اهو. particularity هنا الكلمه particular يعني على وجه الخصوص
الخصوص خاصة او الخاصية بالستورج اللي هو الايه يا مستر التخزين. يعني عايزين نشوف بقى التخزين بتاعه يبقى ماله عامل ازاي. هل هيحصل له مثلا بيلم مثلا افات او انسكس حشرات؟ طب التيست الطعم نفسه، ما هو انا لو انتجت لك حاجة طعمها مش حلو فخلاص مش هتاكل منها، الناس مش هتاكل منها، فبالتالي الانتاج بتاعها مش هيبقى ليه اي لازمة. فهمت كده الفكرة؟ and costs والتكاليف should be put، لازم التكاليف تتحط طبعا. هنا ده الايديوم ده جميل جدا، put into consideration، يعني لازم تتحط في الاعتبار. توضع، اكتب عندك اهو، توضع في الاعتبار، يعني لازم نشوف التكاليف. ما هو انا معلش يعني النهارده دي منطقه مثلا شعبيه ومنطقه فقيره، باجي اقول لهم انزل لكم السوشي، ابو سوشي غالي قوي، اكيد الناس مش هتيجي ناحيته. ليه؟ لان ده انا لازم احط التكلفه في الحسبان. ما ينفعش مثلا اهو محل فلاني براند مثلا ينزل يفتح في منطقه شعبيه مش هيبيع. فهمت؟ عشان دي الثقافه بتاعتهم. جميل. قال لك هنا فور اكزامبل على سبيل المثال ذا بيتر بروتين كواليتي، الجوده بتاعه البروتين كلما كانت افضل، ذا بيتر كلما كانت افضل. بريد طبعا made from opaque to maize will be of only limited benefit to a family، يعني كل ما الميزه او الجوده بتاعه البروتين بتبقى افضل. طبعا هنا في العيش made from، من اللي معموله من الذره اهو. عارف العيش ممكن يتعمل من الذره مثلا، اللي هو ايه الدقيق بتاع الذره صح؟ opaque اهو. to maize will be of only limited، هيبقى ليه فوائد محدده to a family، لاسره on the margin of substance if the new maize. هنا على طبعا كلمه margin خدناها، فاكر margin يعني ايه؟ اللي هو هامش او حاجه مهمشه ملهاش يعني هنا ليه الناس اللي هم مهمشين السبستانس في الماده او الفلوس يعني مثلا، او معهمش مثلا فلوس. if the new maize is not culturally acceptable، يعني مش هيتقبل بواسطه الناس، or is more likely to be attacked، ممكن يبقى الحاجه دي او العيش ده يتهاجم بواسطه مين بقى؟ الحشرات. طب جميل. الادوبشن، يعني ايه ادوبشن هنا؟ اللي هو التبني، جاي من كلمه adopt اللي هو يتبنى. of new food technology او technologies depend، هنا التبني ان احنا ننتج هنا طبعا of new food technologies، تكنولوجيات الطعام الجديده بتعتمد على more than these technical and، تعتمد اكتر على التكنيكال and cultural considerations، على الاعتبارات الايه الثقافيه دي. economic بقى factors، العوامل الاقتصاديه، والgovernmental policies، وهنا السياسات الحكوميه ايضا strongly influence، بتاثر بشكل قوي هنا على ايه بقى؟ الالتيميت سكسس، النجاح النهائي لاي ايه؟ انوفيشن، لاي ابتكار. some economists، كلمه economists طبعا يعني اللي هم علماء الاقتصاد. بعد علماء الاقتصاد exaggerate، بيعملوا ايه؟ بيبالغوا في ايه يا مستر؟ in claiming، في هنا الادعاء that profitability، كلمه profit طبعا يبقى الربحيه، مالها؟ الذكي، هي الكي بتاعت the key factor guiding technical change and disregard. يعني بقول لك ايه؟ بعض الناس الاقتصاديين بيبالغوا في الادعاء ان الربح طبعا هو العامل الاساسي اللي بيرشد التكنيكال تشينج، تغيير الايه؟ التقني، and disregard، وبيهملوا بيطنشوا the substantial effects او effects، اللي ايه بقى؟ هنا الافكتس اللي هي التاثيرات اللي طبعا اللي هي بتاعت المواد دي of cultural او culture للثقافه. most technological innovations، معظم الابتكارات التكنولوجيه in agriculture، في الزراعه، مالها؟ can be fully، ممكن تستخدم بشكل كامل اهو and adopted، ويتم تبنيها فقط by large land owners، بمالكين الاراضي الضخمه in case they believe، في حاله ان هم يصدقوا that the innovations، ان الابتكارات will increase، هتزود من الانكمز، الدخل بتاعهم. يعني بقول لك النهارده اصحاب الاراضي هيبتدوا بقى ياخدوا التكنولوجيا والالات في الزراعه والكلام ده كله، لو هم صدقوا ان فيها التكنولوجيا دي هتدخل لهم ربح كبير جدا عن ان احنا ما نستخدمهاش. جميل. their incomes even if، حتى لو they harm، حتى لو ايه؟ ضروا السيكتورز اللي هو القطاعات بتاعتهم of the population، للسكان and reduce، ويقللوا الافيلابيلتي اللي هي الاتاحه بتاعه الاكل in a country، في الدوله. دي طبعا قطعه كانت في اللذيذ كده، فيها كلمات جديده، فيها حاجات صعبه شويه، بس هي دينا فهمنا المجمل. بص لازم تفهم المجمل العام. طب تعالى نشوف يلا this passage، القطعه بتتعامل مع ايه؟ يعني القطعه بتتكلم عن ايه؟ يبقى عن نقص الاكل بس. طب تعالى نشوف يلا البراكتيكال ستيبس، الخطوات العمليه to have، ان احنا نمتلك هنا have food alternatives، هنا بدائل للاطعمه بسهوله. طبعا قال لك لا ده في صعوبه اصلا فوق، يبقى ايه غلط؟ طب ازاي to have healthy food، يبقى عندنا اكل صحي من الاوبيك تو ميس؟ طبعا لا، ومش اصلا مش دي الفكره الاساسيه. طيب ان احنا ناخد طعام صحي من الذره المعدل؟ لا. طب بعض الحلول ل the food shortage problem، للمشاكل، والله انا شايف صح. طب هنا
المشكله بتاعت نقص الطعام في الدول الناميه، فاكر ديفلوبينج قلناها قبل كده دول ناميه، فلا انا ما اتكلمش عن الكلام ده، فهتبقى سي هي اللي صح. بس اللي بعد هنا any new او new crop needs mainly، اي محصول جديد بيحتاج mainly not to be a successful food alternative اهو، يبقى ايه محصول جديد لازم بشكل اساسي بيحتاج انه ايه يبقى هنا عشان يبقى ناجح، بديل ناجح يعني accepted by people صح ان هو لازم الناس توافق عليه تمام. طب grown by people يتزرع بواسطه الناس طبعا ملهاش علاقه. طب technically adopted ان هو يتبنى adopted اللي هو يتبنى بشكل تقني لا. طب طبعا adverts او advertised نقطتين صح، هنا يتم اعلانه في الميديا ما جابليش سيرتها فخلاص هتبقى ايه ان الناس لازم تقبله. طب هنا يا مستر بيقول لك هنا the best sentence افضل جمله that can summarize تقدر تلخص، احنا عارفين بقى تلخص الباراجراف الاخير. الباراجراف الاخير كان بيتكلم عن ايه؟ عن تبني الحاجات الجديده والكلام ده. طب مين النيو انوفيشنز كان بي ادوبتد باي بوث سمول؟ لا هو ما قالكش سمول اصلا، هو جاب لي بيج يبقى ايه غلط. طب سم كانوا بعض الاقتصاديين بيعتقدوا ان التبني بتاع التبني الجديد ده لازم يكون يتبنى من اجل الناس، لا هو بيقول لك من اجل الربح يبقى غلط. طب there are many new solutions في حلول جديده للفود شورتج ذات كان بي ادوبتد، لا وما قالكش لسه في حاجه، فهتبقى التبني بتاع الحلول الجديده بيعتمد بشكل اساسي على الفلوس اللي هي فاينانشال بروفيت الربح، فهتبقى الاخير. طب عشان نضمن السكسس النجاح بتاع النيو انوفيشن الابتكار الجديد ان ديفلوبينج في الدول اللي هي الفقيره والدول اللي هي الناميه، فاكر هنا معناها ناميه. حلو قال لك نوت از نيسيسري اللي طبعا لازم يكون ضروري عشان نتبنى بقى النجاح نبني مؤسسات او منظمات جديده مالهاش علاقه. طيب الوايد نعمل حملات دعائيه مالهاش علاقه. طب الدعم الحكومي يا مستر هي دي. طب نتجاهل البحث العلمي برضو مالهاش علاقه. فهمت بقى؟ يبقى طبقا للقطعه، قطعه رخمه قوي ولكن الاسئله بتاعتها زي ما انت شايف كده جميله جدا. طب بعد ما قريت القطعه نقدر نقول ان ايه؟ we have some very successful innovations عندنا حلول ناجحه قوي؟ لا وقال لك اصلا ده في مشكله. طب we're still looking لسه بندور على ابتكارات يا مستر ماشي. طب هنا الدول الناميه ابتكارات الدول الناميه لازم تتطبق ما جابليش سيرتها فوق اصلا. طب احنا we don't have مش بنمتلك نقص طعام، مشكله نقص الطعام ده قال لك اصلا بدأ لك ان انا عندي نقص طعام فكده خلاص هتبقى بي. جميل. طيب اللي بعد طبقا للقطعه الاوبيك تو ميز اللي هو الذره اللي هو المعدل ده الاوبيك اللي هو معناه معتم او مش شفاف يعني is only suitable فقط متاح او suitable يعني مناسب suitable دي يعني مناسب فقط في الدول المتقدمه ما جابليش سيره الكلام ده. طب كان only solve يقدر يحل فقط المشكله بتاعه نقص الطعام في العالم؟ لا برضه. طب has been adopted by many countries تم تبنيه بدول كتيره ولا كان بيأتكت؟ هي دي اللي جابها لي فوق انه ايه ممكن يبقى سي غلط. يتهاجم بواسطه الحشرات بايه؟ بسهوله، يبقى دي اللي احنا قلناها فوق. جميل. طب الكاتب بيعتقد ان قبل الابتكار ما او نبتكر يعني نعمل ابتكار لمحاصيل جديده وي شود لازم نعرف الايه؟ بوث ذا طبعا هنا كل من البروفيتابيلتي اللي هي الايه؟ اللي هو الربح and the cultural effects والتأثيرات الثقافية بتبقى مهمة. هو قال لك الكلام ده والله. طب تعال نشوف تاني الربح الزمين كي هو الأساس في التغيير التكنولوجي؟ لا ده أنا عايز الناس برضو معايا، ما هو الناس لو ما قابلتوش يبقى خلاص مش هنعرف نربح مش هنعرف ننتجه. طب التغييرات الجديدة محتاجة دعم حكومي تو ذا سمول للسمول؟ لا هو ما قالكش اصلا دعم حكومي للسمول، قال لك دعم حكومي للمواد دي اصلا كلها او للانتاج الجديد. طيب هنا new innovations can be applied ممكن تطبق on condition that يعني بشرط، اكتب عندك لو مش عارف، بشرط they don't harm people. لا احنا ممكن نطبقها برضه وقال لك فوق فطبعا غلط وممكن يعتمد على الايه؟ الربح، فخلاص كده هتبقى ايه؟ اللي بعدها طبقا للقطعه الفيش بروتين كونسنتريت المركز على البروتين السمك. هنا اصلا هو البروتين بتاع السمك هل اصلا نفع ولا لك ما نفعش اصلا؟ يبقى isn't supported by many governments مش مدعوم بواسطه حكومات كتيره؟ لا تمام. طب is culturally accepted تم قبوله ثقافيا؟ لا. طب is an unsuccessful يبقى كان حل مش ناجح، وقال لك اصلا ده ادالك امثله ان من الحلول اللي مش ناجحه المعلم ده، فدي هتبقى صح. طب isn't healthy مش صحي and causes وبيسبب الكثير من الامراض، فطبعا ما جابليش سيره الكلام ده فغلط، فهتبقى سي. كده يبقى احنا خلصنا القطعه.